مساء الفل والياسمين على احلى متابعين. هنعمل النهارده بقى تشيكن بيكاتا او بيكاتا الدجاج بالمشروم، ودي بقى من احلى الوصفات اللي بتتعمل بصدور الفراخ وكمان اقتصاديه. يعني بنص كيلو من صدور الفراخ هتعمل معاكي كميه كويسه جدا، وكمان سهله وسريعه ما بتاخدش وقت خالص، وكله في طاسه واحده بس. وكمان هقولك ازاي تعمليها ببديل اقتصادي للكريمه، وهيطلع معاكي صوص البيكاتا كريمي وطعمه يجنن، وهنقدمه كمان مع رز ابيض. وكمان هقولك على كل التريكات اللي تطلع معاكي الرز مفلفل وطعمه يجنن. لو اول مره بقى تتابعوني ما تنسوش الاشتراك في القناه وفعلوا جرس التنبيهات عشان يوصل لكم كل جديد. ويلا نشوف هنعملها ازاي. اول حاجه عندي هي صدور الفراخ. عندي نص كيلو من صدور الفراخ، بيكون متقطع شرايح متوسطه كده، يعني ولا رفيعه قوي ولا تخينه قوي. وعندي هنا المشروم متقطع شرايح زي ما انتوا شايفين. ممكن نستخدم مشروم فريش او معلب زي اللي معايا كده، بس طبعا يفضل المشروم الفريش. وعندي بصلايه كبيره متقطعه مكعبات صغيره، و4 فصوص من الثوم مفرومين. اول حاجه في طاسه كده على النار، وهسيح مكعبين من الزبده، واول ما الزبده تسخن كويس كده وتسيح هنزل بقى بصدور الفراخ، واول ما تاخد لون من الناحيه هقلبها على الناحيه التانية. وبعدين هضيف بقى معلقه من الثوم، يعني ده تقريبا فصين من الثوم بس، وهبدأ كده اشوح الفراخ مع الثوم لحد ما تاخد لون حلو كده زي ما انتوا شايفين. هطلعها بقى على طول، وهعمل بقى باقي الكمية بنفس الطريقة، بس الاول هشيل بقى اي بواقي من الثوم كده زي ما انتوا شايفين، علشان لو فضل اكتر من كده هيتحرق وهيبقى طعمه مر كده ومش هيبقى لطيف. نزلت بباقي الكمية، وبعدين اول ما بدأت تاخد لون بنفس الطريقة قلبتها على الناحية التانية، وبعدين نزلت بباقي الثوم. يعني الاول حاطين فصين ثوم في الكمية الاولانية، وبعدين حطينا فصين التانيين في الكمية التانية، وكده اخدت لون معايا. هنا باقي الثوم بقى اللي فضل معايا زي ما انتوا شايفين لسه لونه ذهبي كده، فنزلت بقى على طول بالمشروم وهديله تشويحة كده مع الثوم. اول ما احس كده ان المشروم بدأ يدبل هنزل على طول بقى بالبصل زي ما انتوا شايفين. حطيت البصل وهديله تشويحة كده مع المشروم لحد ما البصل يبدأ يدبل معايا هو كمان. وضفت هنا بقى معلقة من الدقيق، وهقلب بقى الدقيق كده لمدة دقيقة لحد ما اللون الابيض ده يختفي وريحة الدقيق تطلع كده. وعلى طول بقى هنزل بالشوربة، ودي طبعا شوربة فراخ كانت عندي في الفريزر، طلعتها كده وسخنتها كويس وحطيتها على المشروم. حطيت 4 كبشات من الشوربة، ولو ما عندكيش شوربة تقدري تستبدليها بالمية ومرقة الدجاج. وبعدين هقلبهم مع بعض كويس، وهضيف بقى التوابل: معلقة صغيرة من الفلفل الاسود والبابريكا والملح، ونص معلقة صغيرة من الحبهان المطحون، ونص معلقة صغيرة من الزعتر المجفف. وطبعا لو عندك زعتر فريش هيكون احلى واحلى، يعني نضيف عودين من الزعتر الفريش بيدوا طعم حلو جدا. اقلب بقى كل التوابل كده مع بعض، وطبعا مش بنزود الملح لان الشوربه اوريدي فيها ملح اصلا، وطبعا برضو لو عاملينها بمرقه الدجاج فبيبقى فيها ملح، فنخلي بالنا وما نزودش الملح. وهنا بقى اول ما الصوص بدا يغلي كده معايا نزلت على طول بصدور الفراخ زي ما انتوا شايفين، وهتلاحظوا طبعا ان الصوص قوامه اتغير وتقل شويه. نزلت بقى هنا بنص كوبايه من الكريمه، وهقول لكم على البديل للكريمه، وهو هنجيب معلقتين من القشطه او الجبنه الكريمي، وهندوبهم في نص كوبايه من اللبن الحليب. وده بديل حلو جدا للكريمه، اقتصادي وكمان موفر جدا. انا عن نفسي لما بتكون الكريمه مش متوفره عندي بستخدمه وبيطلع حلو جدا. وبس كده هغطي بقى البيكاتا واسيبها كده 10 دقايق على نار هاديه علشان الفراخ تشرب من الصوص وتكمل تسويح. وتعالوا بقى علشان نحضر الرز الابيض. عندي معلقه كبيره من السمنه، عليها معلقتين من الزيت، و3 فصوص او فصين من المستكه، بحطهم كده لحد ما يدوبوا كويس جدا. ودي بقى يا جماعه تركه حلوه قوي بتفرق في الطعم، يعني المستكه بتدي ريحه حلوه جدا للرز، وخاصه بقى لو الرز ابيض. نزلت بقى هنا بالرز يكون مغسول ومتصفي كويس جدا، وطبعا بتستخدموا الكميه المناسبه ليكم. انا هنا استخدمت كوبايه واحده من الرز، وعشان بقى الرز يطلع مفلفل معايا بقلبه كويس كده واشوحه مع السمنه والزيت علشان يسخن كويس جدا قبل ما اضيف له الشوربه. انا عايزه لما اجي احط له الشوربه يعني يطش كده، اسمع صوت الطشه بتاعته. سامعين الصوت ده؟ انا عايزه الصوت ده. وهو ده بقى يا جماعه سر الفلفله بتاعته والمعنى الحرفي لقطش الرز. ويفضل طبعا تكون الشوربه سخنه هي كمان. وكمان مهم جدا ان الشوربه تكون يا دوبك مغطيه الرز بس، علشان انواع الرز بتختلف عن بعض، يعني ما اقدرش اقول لك مقدار معين للرز، ولو احتاج تاني بزود له عادي جدا. اهم حاجه ما نزودش شوربه كتير من البدايه. والنار طبعا في الاول
بتكون عالية، وبعدين اول ما يبدأ يتشرب معايا بهدي النار خالص بقى واسيبه لحد ما يستوي. ودي بجد اطعم طريقة للرز، بيطلع طعمه حلو جدا وافضل كمان من طريقة السلق. يعني ممكن يكون السلق بيبقى صحي اكتر، بس بصراحة الطريقة دي بيبقى طعمها احلى بكتير. هنا بقى بعد ما البيكات استوت معايا زي ما انتوا شايفين، وبالصدور استوت كويس جدا، خلاص كده بقت جاهزة معايا. وشايفين بقى الصوص بتاعها كريمي وحلو جدا، والرز كمان استوى، وشايفين بقى طالع مفلفل وحلو ازاي، بجد تحفة. وعايزه اقول لكم كمان ان ريحته حلوه جدا، وده طبعا بسبب الفصين المستكه اللي احنا سيحناهم في الاول، بيديله ريحه حلوه قوي وطعم جميل. وطبعا الشوربه اللي احنا بنبقى حاطينها على الرز بتبقى فيها البهارات بتاعه الفراخ. وطبعا لو ما عندناش شوربة فراخ ممكن نستبدلها بالمية ومرقة الدجاج، وهي دي بقى طريقتي معتمداها من زمان قوي للرز الابيض، وبصراحة ما بغيرهاش ابدا. اهم حاجة ركزوا في التريكات اللي قلتلكم عليها ويطلع معاكم احلى رز ومفلفل كمان جدا، وكل الرزاية مخصمة التانية كده، يعني بجد لذيذة جدا. هنا بقى قدمت البيكاتا زي ما انتوا شايفين يا جماعة، حلوة جدا، الصوص بتاعها تحفة، وكمان لونها حلو جدا، وكمان الفراخ مستوية كويس. اخدت وقتها كده عقبال ما حضرنا الرز مع بعض، يعني الوصفة كلها على بعضها الرز بالبيكاتا ما بياخدوش وقت خالص. عقبال ما البيكاتا بتخلص هي اصلا ما بتاخدش وقت، بنكون حضرنا الرز. وبجد بتبقى من ألذ واسهل الوصفات السريعة المنجزة. يعني لو جينا في يوم مشغولين، اسهل حاجة نقدر نعملها هي البيكاتا، وصفة كاملة متكاملة ولذيذة جدا. ودي طبعا من اكتر الوصفات اللي لما بنطلع ناكل في اي مطعم بنطلبها، وبتبقى بصراحة يعني بمبالغ كبيرة جدا، فالاوفر لينا اننا نعملها في البيت بكل سهولة، وهتطلع معانا احلى كمان من اللي بناكلها بره. يعني بجد لما تجربوها هتبطلوا تاكلوها من بره تاني، ودايما هتعملوها في البيت من حلاوتها ولذاذتها. يعني بنص كيلو من صدور الفراخ هتعملي كمية حلوة جدا تكفيكي وتكفي البيت كله. وهي حلاوتها بقى مع شوية الرز المفلفلين دول وشكلها اللي يفتح النفس بجد. ونخلي بالنا طبعا لان صوص البيكاتا ما بيبقاش يعني تقيل قوي زي البشاميل، بيبقى اخف طبعا، هو ده قوامه المظبوط زي ما انتوا شايفين. يعني ما تزودوش عن معلقة دقيق واحدة علشان ما يتقلش منكم عن كده. وبس خلاص كده عملنا احلى تشيكن بيكاتا وكمان رز ابيض مفلفل. جربوها بقى واتمنى تعجبكم. لايك بقى لو عجبكم الفيديو، وما تنسوش الاشتراك في القناة وكتروا الشير، واشوفكم على خير.